بتشتكي من الشيب المبكر، بدأ يظهر لك شعر أبيض وبسرعة جدا بينتشر وبيملى شعر، طبعا هتجري تستخدمي الصبغات تلوين الشعر والاضافات زي الامونيا والهيدروجين بيروكسيد او ميه الاكسجين او بودره التفتيح او الاكسجين المضاف اوتوماتيك على الصبغه اللي بتشتريها. وطبعا النتيجة المعتادة، بدأتي تشتكي من هيشان، نشفان، تقطيم في الشعر، بدأتي تجري على الدكتور عشان تعالجي مشاكل التساقط اللي بتحصل بعد الصبغات، كمان الصبغة اللي بتزود لنا الشعر الأبيض. ببساطة كده مادة الهيدروجين بيروكسيد أو الأكسجين اللي موجود في كل الصبغات بنسب سواء عالية أو قليلة بيخترق قلب الشعراية أو المضلة ويبتدي يشيل اللون الأساسي اللي موجود في شعرك عشان يضيف اللون الصناعي اللي موجود جوه الصبغة. وطبعا بعد شوية هتبص تلاقي الشعرة والاتنين بقوا 3 و4 والخصلة بقت أكتر، وده الشكوى المعتادة عند كل الناس اللي اعتادت استخدام الصبغات. الحل ايه؟ اكسترا بيلاتري. اكسترا بيلاتري انا بعتبره الحل السحري والبديل الامن لاستخدام الصبغات. وده ليه؟ مفيش امونيا، مفيش اكسجين، مفيش هيدروجين بيروكسيد، مفيش اي اضافه كيميكال على الماسك. الماسك مكون من بالميتويل تترابيبتايد، ودي ماده اصلا بتحفز انتاج الميلانين المختزن في البصيله عشان تبتدي تضخه من تاني في الشعر، وبيحتوي على الحديد اللي ما بيمتصش عن طريق الشعر وبالتالي بيفضل على الشعرة من بره، وده اللي بيديكي كفرج لشعرك وبيعكس اللون الغامق او اللون البني. خلاصة الشاي الاخضر اللي هو انتي بكتيريال ايجنت، فبيعمل تطهير وتعقيم لفروة الراس، والكافيين اللي هو معزز للدورة الدموية او منشط للدورة الدموية، فتقدري تاخديه كعلاج مساعد لعلاج تساقط شعرك. ده غير الزيوت والمرطبات الاكسترا اللي هتخلي دايما شعرك هادي وناعم. بجد الماسك ده سحر وكله انجريدينتس عشبيه. ده شكل الماسك اللي هنسيبه على شعرنا، طريقه الاستخدام موجوده عليه بالرسمه كمان، وترخيص وزاره الصحه موجود على ظهر العبوه. ده الماسك اللي هنسيبه على شعرنا من 2 ل4 5 على حسب اللون وعلى حسب درجه اللون، لانه بيتساب في شعر مهوي مش بيتكفر، فبالتالي بالاكسده للون بيظهر بعد فتره معينه، كل ما بيستنى بيغمق على حسب استخدامك. وكمان ينفع للحيه عند الرجال.